مقصود، وهنتأكد أنه هذا التقرير خرج إلى التلفزيون بطريق الخطأ، وأنه شيء ليس مرتب وليس له علاقة بتوجهات النظام السياسي في المغرب. الشعب المغربي شعب شقيق، شعب تربطه علاقات وثيقة مع مصر، ولن نسمح لأحد أنه يوتر العلاقات أيا كان. وتأكدوا أنه كل ما هتحاول تلم الشمل مع دولة هتلاقي ناس تانية تحاول توقعك مع دولة تانية، ولا بد أن يكون هناك حرص في هذا الأمر. لكل ذلك نحن نقول أن دولة المغرب الشقيقة معنا وفي ذات الخندق تدافع عن حق الشعب المصري في اختيار قيادته وفي اختيار طريقة حياته ونظامه الوطني. أرجوكم للي بيشوفوني النهاردة في القاهرة 360 كونوا أكثر عقلا، فكروا. مش ممكن يكون مواطن من أي دولة من الدول دي مش مدفوع بكراهيته لدولته والمصر إن هو يقول مثل هذا الكلام اللي بيتقال، سواء بيقولوا على مواقع التواصل الاجتماعي أو اللي بيقولوا في وسائل إعلام. أرجو إن كلامي يكون وصل، وأرجو إننا فعلا نتحكم في أعصابنا. في ناس كتير قوي مش عايزة لنا الخير، والناس الكتير قوي دي هتعمل كل حاجة ممكنة عشان خاطر ما يحصل لناش الخير. اعلام بدون ما ياخد باله يدخل، فتبقى معركة بيننا وبين بلد شقيق لا نقبل ولن نقبل. ولو غلط قد المذيع ده 5 ولا هنغلط. المغرب غالية علينا وهتفضل غالية علينا، ومن منطق قوة، لان هم يعرفوا ان مصر عزيزة زي المغرب. بس اللي بينا تراثنا وثقافتنا ومواقف مصر مع المغرب ومواقف المغرب مع مصر وما يجمعنا من ثقافة ومن فن ومن رقي. انتوا شعب حضارة، انتوا الماء والوجه الحسن، فلا تستدرجوا. ولن نسمح ابدا ان نكون اداة في ايدي عابثة